احنا ان شاء الله النهارده اول حصه في السكند تيرم. عندنا في السكند تيرم زي الفيرست تيرم 2 يونتس، يونت 3 ويونت 4. يونت 3 بتكلمني على الجيناتكس. احنا خدنا فكره كده عن الجيناتكس السنه اللي فاتت واحنا في بريب 3. ويونت 4 بتكلمني على الكلاسيفيكيشن اوف ليفينج اورجانيزمز. يونت 3 جيناتكس مهمه قوي نركز فيها يا اولاد كويس، ان انتوا عارفين يعني الجيناتكس دي تعتبر زي الماس كده بالنسبه للبيولوجي، كلها فيها مسائل فيها افكار، فعايزين نركز فيها من الاول. اي حاجه مش واضحه وانا شغاله وحد حابب يسال عليها يسال. احنا عندنا بنحب على طول نبقى انتر اكتف كده، مش عايزاكم ان انتوا بس بنسمع بس، لا بنشارك على طول، يا اما عن طريق الشات يا اما عن طريق ان احنا بندوس على ريز هاند، ولو عايزين نشارك او نعلق على اي حاجه مفيش مشكله. آه، هنبدأ بقى حصتنا إن شاء الله النهاردة. النهاردة بنتكلم في أول ليسون في أول شابتر، اتكلمنا على الكروموسومز والجيناتيك انفورميشن. الايتمز بتاعت الليسون بتاعتي اتكلم على حاجة جديدة كده أول مرة تعرفوها النهاردة اسمها الكاريوتايب. هنتكلم على الكروموسومال 3، هنتكلم على الكروموسوم والجين. خدنا معلومات عنه بس احنا هناخد معلومات أكثر عمقا بقى إن شاء الله السنة دي. طيب، أول حاجة نتكلم عليها الكروموسوم والجيناتيك انفورميشن. In first term we studied the nucleic acids، خدنا النيوكليك اسيد الدي ان ايه والار ان ايه، وعرفنا ان النيوكليك اسيد دوت موجود inside the chromosomes، والكروموسومز موجود in the nucleus. scientists قدروا يكتشفوا الكلام ده هو في ال 20th century، في القرن العشرين قدروا يعرفوا ان مين اللي كاري ذا جينيتك انفورميشن هو الكروموسومز. مين بالظبط في الكروموسوم اللي كاري ذا جينيتك انفورميشن؟ اللي هو النيوكليك اسيد الدي ان ايه، وهو ده اللي بيسبب الابيرنس اوف ذا جينيتكس تريتس، ظهور الصفات. يعني اي صفات عندنا موجوده عندنا فين؟ موجوده عندنا في الكروموسومز. فين بالظبط في الكروموسوم؟ في الدي ان ايه. طيب، الكروموسومز زي ما اتفقنا موجود فين؟ موجود جوه النيوكليس. وجدوا ايه الساينتستس؟ وجدوا ان الكروموسومز ديت يا اولاد بتبقى في شكل هومولوجوس بيرز. يعني ايه هومولوجوس بيرز؟ يعني كل كروموسوم انا مش عندي منه نسخه واحده كوبي واحده، لا انا عندي منه تو كوبيز. ليه يا ترى؟ احنا كل الصفات اللي احنا جايبينها من الفازر والمازر، فاحنا كل الجينز بتاعتنا بتاعت الصفات جايه من كروموسومز، جايه من الفازر والمازر. فعشان كده الصفات دي هي موجوده، كل صفه ليها تو جينز، وكل جين موجود على كروموسوم. فانا عندي كروموسوم جاي من الفازر وكروموسوم جاي من المازر، فكل صفه هتظهر بالتو جينز. فعشان كده الكروموسومز عندنا في شكل هومولوجوس بيرز. يعني احنا مثلا لو هنتكلم بالنسبه للسوماتيك سيل، الخلايا السوماتيك سيل اللي هي الخلايا بتاعت جسمنا، فمثلا لو هنتكلم على الهيومن، الانسان عنده كام 46 كروموسومز. لو احنا هنكون اكثر دقه هنقول 23 pairs of chromosome. ليه؟ لان 23 from female and 23 from male. يعني احنا تخيل عندنا مثلا كروموسوم نمبر 1 دوت عليه الصفات مثلا بتاعه الكالر اوف ايز، الكالر اوف سكين، التايب اوف هير، وهكذا. زيه كروموسوم تاني، يعني واحد منهم جاي من الفيميل الام، زيه بالظبط مش في الجينز في نفس نوع الصفات جاي من الفازر. فعشان كده الكروموسومز اللي موجوده في السوماتيك سيل في شكل ايه؟ في شكل هومولوجوس بيرز. هل هومولوجوس يعني عندهم نفس الجين تيبيكال؟ لا، عندهم ذا سيم تايب اوف ذا تريتس. يعني مثلا كروموسوم نمبر 1 شايل التريتس مثلا بتاعه الكالر اوف ايس، شايل التريس بتاعه الكالر اوف سكين، شايل التريس بتاعه التايب اوف هير، وهكذا. نفسه في كروموسوم. طب مثلا عندي الكروموسوم نمبر 9 شايل مثلا البلاد جروب، وهكذا. يعني نفس نوع الصفات في الهومولوجوس بيرس دول مش نفس الجينز، ناخد بالنا. the same type
of traits not the same genes of traits. لان انا ممكن اكون عندي الجين بتاع الميل غير الجين بتاع الفيميل. يعني الجين اللي انا واخداه مثلا لتريت معينه من ابويا غير الجين اللي واخداه من امي. فعشان كده هو نفس نوع الصفات وليس نفس الجين نفسها. تمام. يبقى انا دلوقتي الكروموسوم وهي موجوده عندنا مش موجوده، يعني ال 46 مش كلهم ديفرنت، لا، ده انا هم از بيرز. ليه؟ لان احنا اتفقنا 23 جايه من الميل و23 جايه من الفيميل. طبعا الكلام ده هو از بيرز دي موجوده فين؟ في السوماتيك سيل. لان احنا هنعرف بعد شويه ان جسمنا فيه نوع تاني من انواع السيل اسمها السكس سيل، لكن مين اللي فيها بيرز؟ السوماتيك ايه؟ السوماتيك سيل. طب الساينتستس عشان يسهلوا عليهم ان هم يدرسوا الكروموسومز دهيت ويعرفوا ايه التايبس اوف تريتس اللي موجوده عليها، عملوا لي حاجه اسمها الكاريوتايب. ايه الكاريوتايب ده؟ هو الكاريوتايب ده عامل زي ماب كده، زي خريطه اللي قدامكم هنا. عملوا ايه في الكاريوتايب ده؟ قالوا طب خلاص احنا هنجيب كل الكروموسومز بتاعت اي ليفنج اورجانيزمز، وهنبدا مثلا بالهيومن الانسان، وهنروح مرتبين الكروموسوم ده. هم هنرتبهم حسب ايه؟ حسب السايز. يعني ايه حسب السايز؟ يعني from biggest to smallest in descending order. هرتبهم من الكبير للصغير، وهبتدي اعمل لهم نمريتنج زي هرقمهم. يعني اكبر واحد فيهم كده زي ما انتم شايفين في الصوره هنديله رقم 1 زي ما انتم شايفين. كام؟ ادي اهو واحد، والهيمولوجوس بير بتاعه اهو 2 3 4. ابدا ارتبهم لحد ما اوصل بالنسبه للهيومن للبير نمبر 23. يبقى دلوقتي يعني ايه كاريوتايب؟ يعني descending arrangement of chromosome according to their size، حسب حجمهم and numerating them، وابتدي ايه؟ وابتدي ارقم. طيب نبص كده في الكاريوتايب اللي قدامنا. في كاريوتايب بتاع الهيومن ميل والكاريوتايب بتاع الهيومن فيميل. فكروا معايا، اولا كم عدد البيرز اللي موجوده عندكم في الصوره؟ وهل يا ترى في فرق انتوا شايفينه ما بين الكاريوتايب بتاع الميل والكاريوتايب بتاع الفيميل؟ هديكوا كده دقيقتين فكروا فيهم كده وقولوا لي عدد الكروموسومز اللي موجوده هنا وهنا، وايه الديفرنس اللي موجود. هل في ديفرنس؟ وايه الديفرنس اللي موجود ما بين الميل والفيميل؟ ها يلا كده منتظره اجاباتكم على الشات. ها حد وصل لحاجه؟ نعدهم كده سوا. نعد how many pairs. في فرق. برافو برافو يا امنه. ايه الفرق يا امنه؟ تمام يا رقيه برافو. هو انا بسال بالبيرز يا رقيه. لو بالمفرد هنقول 46، لكن انا لما بعدهم as pairs هقول ايه؟ مم. لو احنا صح، لو احنا هنعد كده واحد واحد مع بعض هنلاقيهم 46. لكن as pairs ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. يبقى كم عدد البيرز سواء الميل او الفيميل لو عدينا هنلاقيهم 23. طب ايه الديفرنس اللي ما بينهم؟ ايوه برافو، اللي هي عند انهي واحده؟ عند انهي بير فعلا في حاجه اكبر من حاجه؟ ها عند انهي يا اولاد؟ طب بصوا كده معايا، لو بصينا من البدايه نحسهم كلهم تقريبا شبه بعض ما عدا البير نمبر كام. تمام يا جودي برافو. تمام يا امنه. عند البير نمبر 23. بصوا عند البير نمبر 23 يا اولاد، هشاور لكم عليه كده عشان تشوفوه. هنا شايفين ادي ده، وهنا اهو. هنلاقي في البير نمبر 23
التو كروموسوم هنا مش قد بعض، واحد طويل واحد صغير، اللي هما بنسميهم في الميل اكس واي. اكس وواي تو كروموسوم. لكن الفيميل الاثنين زي بعض، نقول عليهم اكس اكس. يعني الميل معنى كده ان عنده واحده من البيرز بتاعت الكروموسوم نوت هومولوجس، مش زي بعض. اللي هم مين؟ اللي هم البير نمبر 23. هم الاثنين مش في طول بعض. خدوا بالكم من حاجه مهمه تانية، احنا البيرز كلها مترتبه فعلا حسب السايز اهو، من الكبير للصغير، ما عدا مين؟ ما عدا لو بصينا على الاكس هنا، بصوا على الاكس هنا، لو الاكس هرتبها صح، هل هنا مكانها صح؟ هل هي هنا كده اصغر من 22؟ لا طبعا. امال ايه؟ لا، لو انا هرتبها صح انا هجيبها بعد 8. طب امال ليه انا حطيتها في الاخر كده؟ حطيتها في الاخر كده علشان هي خاطر هنعرف بعد شويه ان هي نوع مختلف من الكروموسوم، اسمها السكس كروموسوم. فعشان كده احنا حطيناها في الايه، في الاخر. يبقى احنا دلوقتي مبدئيا عرفنا ان بالنسبه للكاريوتايب بتاع الهيومن بتاع السوماتيك سيل في 23 بيرز، وان الميل شبه الفيميل، بس هم ديفرنس مختلفين في الكروموسوم نمبر كام؟ نمبر 23. كروموسوم نمبر 23 هنلاقيه هيمولوجوس بير في الفيميل، الاثنين زي بعض اللي هم اكس واكس. لكن في الميل لا، هنلاقيهم ان هم نون هيمولوجوس، مش زي بعض، هنلاقيهم اكس وايه، اكس وواي. يبقى ايه هو الكاريوتايب؟ زي ما احنا شايفين ان احنا عملنا زي ماب كده، عملنا فيها arrangement للكروموسوم according to the size and numerating them، وبدأنا نرتب. بالنسبة بقى للنمبر اوف كروموسوم of living organisms، هل النمبر اوف كروموسوم of living organisms in all type of organisms the same؟ هل احنا مثلا عدد الكروموسوم في الهيومن زي الكات، زي مثلا البلانتس، زي مثلا الفيروس، كلنا زي بعض؟ لا طبعا. وجدوا ان النمبر اوف كروموسوم differ from species to another species in living organism، من نوع للتاني. يعني الهيومن غير الجوريلا، غير الويت بلانت، غير الهن، زي ما احنا شايفين في التيبل كده، كل نوع ليه عدد الكروموسوم الخاص بيه. طيب، يبقى احنا كده عدد الكروموسوم differ from species to another species but the same in the individual of the same species. يعني ايه؟ يعني احنا as human كلنا عندنا the same number of كروموسوم، كلنا عندنا 46، ما عدا طبعا الابنورمال كيسز، الحالات الشاذه اللي هنتكلم عليها في اخر اليونت دهوت. لكن الناس الطبيعيين كلنا عندنا 46، ملاقيش عندنا حد 46 في حد عنده 48، لا خالص، كلنا زي بعض. طيب، لكن من from species to another species differ in the number. تمام. النمبر اللي انا كاتباه ده نمبر in the somatic cell. وانا ليه كل شويه عماله اتك على السوماتيك سيل؟ لان احنا هنعرف بعد شويه ان انا عندي two types of the cell in the body. عندنا نوعين، مش عندنا نوع واحد من السيل. ايه التو تايبس اوف ذا سيل اللي موجوده عندنا؟ عندنا سوماتيك سيل وعندنا 6 سيل، وعايزين نفرق ما بين 6 سيل وريبرودكتيف سيل. سوماتيك سيل يا ولاد السيل اللي موجوده في جسمنا كله بصفه عامه، اللي في السكن، اللي في المصل، اللي في الاستومك، اللي في حتى في التستس وفي الاوفري، دي اسمها سوماتيك. تمام. بس هنعرف سوماتيك من نوع ايه. طيب، مالهم بقى السوماتيك سيل دول؟ عندهم دايبلويد نمبر اوف كروموسوم. يعني ايه دايبلويد نمبر اوف كروموسوم؟ يعني عندهم 2 سيتس اوف هومولوجوس كروموسوم. لازم العدد عندهم يكون ايفن نمبر يا ولاد. يعني ايه؟ لازم زي ما انتوا خدتوا بالكم كده من الجدول اللي فات، يعني مثلا 46، 48، 38، 18. ليه؟ لان زي ما اتفقنا ان العدد دايما، الكروموسوم دايما بتبقى في السوماتيك في شكل بيرز. ليه؟ لان قلنا واحد جاي كروموسوم جاي من الميل وكروموسوم جاي من الفيميل، فعشان كده في السوماتيك دايما بيبقى في شكل بيرز. يعني بنقول عليهم ايه؟ 2 ان. معذره. طيب، يعني احنا عندنا 46 كروموسوم 2 ان،
طيب السوماتيك سيل دي جت منين؟ الديفيجن، ايه نوع الديفيجن اللي كون لي السوماتيك سيل؟ ميتوسيس. احنا عندنا تو تايب اوف ديفيجن، ميتوسيس ومايوسيس. اللي كون السوماتيك الميتوسيس. عدد الكروموسوم فيها بنقول عليه داي بلويد، يعني عندها تو سيتس اوف هومولوجوس كروموسوم، يعني عندها بيرز اوف كروموسومز. طيب امال النوع التاني بقى اللي هو الجاميتس، او بنقول عليها السكس سيل. السكس سيل دهيت او الجاميتس دي اتكونت من حاجه اسمها ريبرودكتيف سيل، اللي هي موجوده جوه الاوفري، جوه التستس، اللي هي جوه الريبرودكتيف اورجان. بدات لما انقسمت كونت لي حاجه اسمها الجاميتس، اللي هي مين بقى الجاميتس؟ اللي هي السبيرمس في الميل، البولين جرينز بالنسبه للميل بتاع البلانت، الايج او الاوفم او الاوفا از بلورال، اوفم ده المفرد واوفا ده الجمع. ماشي. طبعا اللي بيتكونوا في الماتيور ايه اورجانيزمز. طب عدد الكروموسوم هناك كام؟ هابلويد. يعني ايه هابلويد؟ يعني وان سيت اوف كروموسوم، وان كوبي اوف كروموسوم. مش هنا قلنا لازم يبقوا بيرز اتنين مع بعض؟ لا، هنا هيبقى واحد. يعني معنى كده لو انا جبت لكم كاريو تايب بتاع جميت هتبقى زي الكاريو تايب اللي جبتها من شويه؟ لا، مش هلاقي الكروموسومات في شكل تو 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 جنب بعض، لا، واحده واحده واحده، كل واحده لوحدها. يبقى هنا في 1 كوبي، 1 سيت اوف كروموسوم، هنا في 2 سيتس اوف كروموسوم. هنا في 2 ان، هنا في ان. هنا مثلا في الهيومن في 46، هنا في 23. طب دول جم منين بقى؟ الجاميتس دول جم من الديفيجن اللي هو الميوسيس. عشان يتكون الجاميتس لازم يحصل ميوسيس في الريبرودكتيف سيل عشان تديني الايه الجاميتس. في السوماتيك سيل لازم يحصل ايه؟ يحصل ميتوسيس. تاني، يبقى ايه الفرق بين السوماتيك وما بين السكس؟ السوماتيك دهيت اللي في all cells of the body except جاميتس. اي سيل في جسمنا ما عدا الجاميتس اسمهم سوماتيك. ماسلز بقى، نيرف سيل، سكين سيل. طيب نيجي نشوف السيل دي بنسميها ايه والسيل دي بنسميها ايه. دي بنسميها دايبلويد سيلز ودي بنسميها هابلويد سيلز. دي فيها two sets of homologous chromosome، دي فيها one set of chromosome. دي فيها 46 as human، يعني for example الهيومن هنا فيها 23، هنا ده 2n، هنا ده n واحدة. هنا دي جاية من الميتوسيس وهنا جاية من الميوسيس. تمام. في أي مشكلة في الجزء ده؟ في حد حابب يسأل على أي حاجة في الجزء ده لحد ما خدنا كده؟ في حد حابب يسأل على أي حاجة؟ معنا كده تمام؟ نكمل. تمام يا فاطمة. طيب زي ما قسمنا كده يا ولاد السيل، هنقسم الكروموسوم هما كمان. الكروموسوم عندي نوعين، في عندي سوماتيك كروموسوم، في عندي 6 كروموسوم. فاكرين لما شفنا الكاريوتايب من شويه؟ مش احنا رتبنا الكاريوتايب الكروموسوم من اول رقم 1 لحد رقم 23؟ خدتوا بالكم من اول 1 لحد 22 الكروموسومات ديت كانت مترتبه حسب السايز descending اوردر. تمام. في شكل بيرس. الكروموسومات دي كانت في الميل زي الفيميل. يبقى انا عندي في كروموسومات اسمها السوماتيك كروموسوم او الاوتوسومز. دول من كام لكام بالنسبه للفيكاريوتايب؟ من اول رقم 1 لحد نمبر 22، مترتبين in descending order حسب السايز. طب مالهم الكروموسومز دول؟ carries genetic information، شايلين الصفات الوراثيه اللي which determines the characters of the human، اللي هيحدد لي الخواص بتاعت الهيومن. يعني مثلا فيهم الكلر، مثلا التريت مثلا زي الكلر اوف سكين، التريت الكلر اوف ايس، التايب اوف ايس. كل الصفات الجسديه اللي عندنا في جسمنا موجوده على فين؟ موجوده على السوماتيك كروموسوم، اللي هم بنسميهم الاوتوسومز، اللي هم بيبداوا من كام لكام؟ من اول 1 لحد 22. يعني عددهم كام؟ 44 كروموسوم.
مترتبين حسب ايه؟ حسب السايز. طيب بالنسبه بقى للسكس كروموسوم، هو 1 بير بس، اللي هو البير نمبر 23 اللي احنا حطيناه في الاخر. حطيناه في الاخر ليه؟ علشان هو مختلف عن بقيه الكروموسومز. البير ده هو ما رتبناهوش صح حسب السايز، مش زي بقيه الكروموسومز. امال حطيناه ليه؟ حطيناه في الاخر. ولو احنا هنرتبه صح كان هياخد مكان الكروموسوم نمبر 8، كان لان هو في الحجم بعد الكروموسوم نمبر 7. طب احنا حطيناه في الاخر ليه؟ علشان هو مختلف. مختلف في ايه؟ ان هو جيناتيك، شايل الجيناتيك انفورميشن اوف 6 ديترمينيشن. يعني هي بناء على الجينس اللي عليه هي اللي هتحدد السكس، وده هيبقى ميل ولا فيميل. ليه؟ لان الميل والفيميل مشتركين في السوماتيك، ال 44 الاولانيين في الميل زي الفيميل. طب مين اللي هيحدد هو ده هيبقى ميل ولا فيميل؟ البير نمبر كام؟ 23. فعشان كده ده اللي مختلف في الميل عن الفيميل. هنلاقيه في الميل زي ما اتفقنا هيبقى اكس واي في 2 كروموسوم نون هومولوجس مش زي بعض، وهنلاقيه في الفيميل هيبقى ايه؟ اكس اكس. يبقى احنا عندنا بالنسبه للكروموسومز هنقسمهم لنوعين زي ما قسمنا كده السيل تو تايبس: سوماتيك او اوتوسومز و6. كم عدد السوماتيك؟ 44 او 22 بيرز. مالهم كلهم مترتبين حسب السايز. شايلين ايه؟ شايلين الجيناتيك انفورميشن اللي هتحدد لي الكاركتر اوف هيومن. طيب البير نمبر 23 هو ده ال6. كم عدد الكروموسومز كده؟ 2. هو 1 بير يعني 2 كروموسومز. هل مترتب حسب السايز؟ لا. بالذات اكس، خدوا بالكم، واي صغير اكس كبير. لو انا هرتب اكس صح كنت اخليه ان هو كان هيبقى في السايز هيبقى كروموسوم نمبر 8، ان هو في الحجم بعد 7. ولكن انا علشان هو مختلف، عشان هو الشايل جيناتيك انفورميشن اللي بتعمل لي السكس ديترمينيشن هتحدد لي السكس، عشان كده احنا حطيناه فين؟ حطيناه في الاخر خالص.